السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض تورتايه مقاس 16 ان شاء الله. تزيينها هيعجبكم وتبقى سهله باذن الله وتقدروا تنفذوها. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. انا خبزت ربع كيلو سبونش وثلاث بيضات وربع كوبايه ميه ورشه فانيليا ومعلقه محسن صغيره. ما نكترش المحسن قوي في سبونش الشوكولاته، لان سبونج الشوكولاته اما كنت بكتره بيبقى فراغاته واسعه. لما بكتر له محسن، يعني مثلا بحط له معلقه صغيره كده مليانه. لا، احط نص معلقه بس. تمام. زي ما انتم شايفين كده بدات اقطعه. زي ما انتم شايفين قطعته على 3 طبقات، والطبقه الاخيره ديت هشيل من عليها الوش كده وهعمل بها قباط. تمام. زي ما انتم شايفين كده كان اليوم ده، يعني كنت شغاله قباط، كنت خابزه ربع كيلو تاني وكنت شغاله قباط، فالجزء ده هاخده برضو القباط لان مش محتاجاه في التورتايه. هي طبعا قطعت التورتايه على 8. تمام. ضربت الكريمه بتاعتي، ضربت كوبايه. تمام، كوبايه كريمه عليها كوبايه ونص ميه، عليها معلقه بستري، عليها معلقه لبن بودره، وحطيت معلقه كاكاو ومعلقه جناش. تمام. وهبدأ كده اجلس. طبعا عشان اليوم ده كنت شغالة قباط، وكمان كان كنت شغالة في الفرن، كنت مش يعني حاطة سبونج في الفرن، فدرجة حرارة المطبخ كانت عالية، فالكريمة مش ساحت معايا، هي متماسكة برضو، بس كان الافضل ان انا اخلي الكريمة دي للقباط وارجع اضرب كوباية تانية. تمام، بس مفيش مشكلة، هنعالج اللي حصل. هرجع ازود على الكريمة تاني شوية كريمة كده واخليها متماسكة. تمام. يعني هضرب كمان نص كوبايه، أنا كده كده محتاجه يعني كريمه، لان ايه، عندي شغل تاني يعني. فانا حسيت ان هي مش متماسكه كفايه. زي ما انتم شايفين كده هبدا اجيب السكرابر كده وابدا امشي، عشان الكريمه مش متماسكه فما اداش الشكل كويس للتورته. تمام. فهبدا احط كريمه تاني عشان اجلس تاني. هو المفروض كان ضفت عليها شويه كريمه وضربتها تاني طالما هشتغل بيها تورته، بس حصل خير. كده بقى ضربت، حطيت، لميت الكريمه. هلم الكريمه تاني، يعني انا كنت ضربت نص كوبايه كريمه. هرجع الم الكريمه زي ما انتم شايفين كده، وهرجع آه اضربها تاني في بعضها وارجع اجلس تاني، مفيش اي مشكله خالص. زي ما انتم شايفين كده هاخد بقى منها واجلس كده، احنا ماشيين تمام. الكريمه عامه اما بتقعد شويه بتاخد هوا. يعني ايه بتاخد هوا؟ بيبقى فيها مسامات واسعه. فاحنا المفروض لو هنشتغل تورت لازم نشتغل على طول، نضرب الكريمة نشتغل على طول، ما نركنهاش شوية ولا نركنها حاجة، نشتغل على طول. بس حصل خير، مفيش حد بيتعلم بالسهل. المهم بدأت كده اظبط التورتاية، اي مكان بقى ما في قلبوش كريمة، اي مكان عايز يزود له كريمة، الكلام ده ببدأ اظبطها وهرجع امشي تاني. زي ما انتوا شايفين ببدأ اظبطها، كل ما بيكون مش عاجبني الشكل بتاعها
برجع امشي عليها تاني. المهم ان انا اوصل في النتيجة اللي في الاخر تكون راضياني. تمام. بصوا بقى، انا في اللحظة دي اتشئمت اساسا من اللي هو السكرابر اللي معايا ده. فقلت لا خلاص، انا هعمل بقى ايه بالمشنشر العادي اللي انا بحبه التاني. بصوا بقى، بيطلع نتيجة مية مية. انتوا شايفين كده؟ هو هيتظبط معايا مرة في مرة، هيتظبط معايا خالص. اي مكان بحسه داخل لجوه كده محتاج كريمة بيبان. ساعة ما بمشي بالسكرابر المشنشر كده بيبان. برجع امشي عليه تاني. مش عارفة، في ترط رغم ان هي بتبقى صغيرة بس مش عارفة بتعذبني كده شوية يعني. بس في الاخر بطلع بنتيجة حلوة، بس بتعذبني شوية. وفي ترط رغم ان هي كبيرة جدا، رغم ان هي ممكن اخلصها في مفيش. مش عارفة ده بقى ايه، بس يعني حصل خير. المهم يعني ان هي طلعت في الاخر الحمد لله. باخد طبعا من بره لجوه كده زي ما احنا متعودين مع بعض. ببدأ اظبط كده واساوي السطح كويس. هو عامة كده كده السطح هيتدارى، بس لازم نساوي السطح يعني ما نخليش في مكان نازل لتحت ومكان طالع، عشان ما تجيش التورتاية معوجة كده، تحس ان في علو في جنب ومش مظبوطة كده. تمام. طبعا بدأت ازود كده كريمة لان حسيت المكان ده واطي، فبدأت ان انا اضبطه كده. هبدأ امسح البورد كده. كده خلاص. هنبدأ بقى بالجناش كده، وهبدأ اظبط الدنيا. بصوا بقى، انا ما بحطش الجناش على التورتيه كلها. عشان ايه؟ لاني لازم ادخلها التلاجة. لو حطيت على التورتيه كلها يبقى لازم ادخلها التلاجة شوية او الفريزر تشد معايا. فانا عشان ما اعملش الخطوة ديت ببدأ اعمل الوردات بتاعتي الاول، وبعد كده بحط على الجنب اللي انا هسيبه الجناش. حطيت طبعا الكريمة بتاعتي زي ما انتم شايفين كده في كيس. وهبدأ اختار المكان اللي هعمل فيه الوردات بالشكل ده. عملت صفين ورا بعض كده وردات. هبدأ بقى اكملها جناش. بصوا هما كانوا اخر جناش عندي اصلا. همسح البورد وهبدأ اعمل وردات كده زي ما انتم شايفين. يعتبر وردة مش ملفوفة قوي، نص وردة بالشكل ده. التورتيه دي كنت بعملها بالليل، لان اللي هتستلمها حوالي الساعة 9 الصبح. فطبعا هعملها بالشكل ده وهدخلها التلاجة لحد تاني يوم، بس هحطها في علبتها. تمام. بدأت كده اكمل الوردات بتاعتي زي ما انتم شايفين كده.
كده خلاص التورتيه بقت تمام. هنبدأ بقى نشوف هنعمل ايه عليها. هنا كنت حسيت كده ان في وردة اتحطت على وردة فهتدي شكل مش حلو، فهشتلها بالشكل ده. عادي خالص انك تشتري حاجة وترجعي تظبطيها تاني، مفيش اي مشكلة. اهم حاجة يبقى شكل التورتيه في الاخر حلو زي ما انتوا شايفين كده. هنا برضو حسيت ان كام واحدة كده مش تمام، كبار شوية او صغيرين شوية، كانوا صغيرين شوية. تمام، فشلتهم كده خالص. وهبدأ امسح البورد بتاعي كويس بالشكل ده، وهرجع اشتغل تاني. هبدأ بقى اشوف هزينها ازاي. هنا كنت عملت حرفين كده، رقمين، رقم 22 بورق ترانسفير عندي كده. بصراحة لما كان يعني هو كان جوزي اللي جابهم لي، يعني كنت متضايقة منهم قوي اول ما جم، يعني كنت اقول الرقم كبير قوي احطه فين كده يعني. فبصراحة جالهم وقت، يعني كل حاجة لها وقتها. تمام، حطيتهم كده، شكلهم حلو جدا. هي كانت عايزاني اكتب لها 22. هنا بقى اللي هو الفلوتس ده بدأت كده، خدت 2 بوط وبدأت حطيت عليهم دست كده. الدست انا بحطه، انا ممكن احطهم بوط بس الدست لما بتحط على التجاعيد اللي في قلب الفلوتس كده بيدي شكل جميل جدا. حبيت احط فراشة كده تكسر اللون شوية. وعندي توت كده حطيت 3 توت كده بيدي لون حلو اوي. انا بحبه بحبه عامة يعني مع الطرط كلها والله، يعني مع الفانيليا ومع الشوكولاتة بيكسر وبيدي شكل حلو اوي. هنا بقى الحاجات الصغيرة ديت اللي بتبقى واقعة من التوت في قلب العلبة، فانا قلت استغلهم يعني اعمل بهم شكل حلو كده على الطروف كده. وجبت الدست كده وحطيت على الفرشة شوية دست كده، وبدأت اخبط عليها كده لحد ما تنزل شوية دست كده على الجناش، بدي شكل جميل جدا بيعجبني كده. خلاص التورتيه بتاعتي خلصت، يا رب تعجبكم. ويا ريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك. استنوني ان شاء الله بإذن الله في فيديو جديد. مع السلامة.